اللي قدامكم في الصورة ده هو تمثال أبو الهول، ولو ركزت في الصورة شوية هتلاقي إن جسمه فيه علامات تآكل كتير، وده اللي هيخليني أفتح معاكم موضوع ناس كتير هتوافقني الرأي وناس تانية أكيد هتختلف معايا في الرأي، وده حاجة طبيعية جدا عشان تاريخ أبو الهول يعتبر مجهول بالنسبة لنا، وكل اللي بيتقال عليه مجرد نظريات. بس قبل ما أخش في الموضوع هحكي لكم قصة كده سريعة عن أمير مصري من أيام القدماء المصريين. الأمير ده طلع رحلة صيد فتعب شوية وقال أريح شوية عند راس أبو الهول، وهو بيريح نام وحلم إن أبو الهول جاله في الحلم وقال له إن أنت هتبقى ملك على مصر، ولما تبقى ملك على مصر عايزك تشيل الرمل من عليا وترممني. وفعلا الأمير ده شال الرمل من عليه ورممه، وفعلا الأمير ده بقى ملك وهو تحتمس الرابع. الكلام ده على فكرة موجود في لوحة اسمها لوحة الحلم عند أبو الهول. وأبو الهول زي ما كلنا عارفين هو تمثال بجسم أسد وراس إنسان، اتنحت من صخرة واحدة بطول 73 متر وارتفاع 20 متر، وده اللي خلاه التمثال الأضخم في العالم اللي اتنحت من صخرة واحدة. بس أبو الهول تمثال غامض، مفيش أي حاجة تدل على مين اللي نحته ولا اتنحت إمتى ولا اتنحت ليه أصلا. طبعا دلوقتي في ناس هتقول لأ، معروف مين اللي نحت أبو الهول، اللي نحت أبو الهول هو الملك خفرع. طيب تمام، سيبك بقى من النقطة دي دلوقتي واحنا هنبقى نرجع لها بعد كده. أبو الهول في حاجة غريبة قوي، جسمه فيه علامات تآكل كتير جدا، واغلبية الاثريين بيقولوا ان اسباب التآكل دي هي الرياح. بس انت لو ركزت في الصورة دي قوي واديتها لاي عالم جيولوجيا هيقول لك لا 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 لا، التآكل اللي هنا مش بسبب الرياح، التآكل اللي هنا بسبب المية، ويبقى في فرق كبير في شكل تآكل الرياح وتآكل المية. لو جينا بقى نرجع لابو الهول وشكله والحوض اللي حواليه من نظرة جيولوجية بحتة هنقول ان التآكل اللي فيه ده ملوش غير سبب واحد وهو المية. لا ده مش كده بس، ده ان هو كمان اتعرض لامطار غزيرة وقعد مغمور في المية لسنين كتير. وعلى فكرة يا جماعة ده مش رأيي، ده رأي عالم الجيولوجيا روبرت شوك لما شاف ودرس ابو الهول والمنطقة اللي حواليه. بص كده على الصورة دي قوي بقى وركز فيها، ده حوض ابو الهول. روبرت شوك قام بدراسة حوض ابو الهول عشان يتأكد ان فعلا التآكل ده بسبب الرياح ولا بسبب المية، والصورة دي تبين قوي ان التآكل اللي في حوض ابو الهول بسبب المية وامطار غزيرة جدا. فكل الدلائل بتثبت ان التآكل ده بفعل المية والامطار مش الهواء. طب ازاي بقى؟ وكل المراجع بتقول ان ابو الهول من 2500 سنة وهو في منطقة صحراوية ما تعرضتش في الوقت ده لأي أمطار غزيرة، ولو ده بسبب المية يبقى أبو الهول أكيد حضر العصر المطيري على مصر، والعصر المطيري على مصر ده كان من أكتر من 7000 سنة، يبقى كده عمر أبو الهول أكتر من 7000 سنة، عشان ده الوقت اللي مر على مصر كان فيه أمطار بغزارة. دكتور فاروق الباز كان متمسك جدا إن تمثال أبو الهول مبني من 2500 سنة، وإن التآكل اللي في جسمه ده بسبب فيضان نهر النيل، فملى حوض أبو الهول عشان كده حصل التآكل اللي احنا شايفينه ده. بس لو ركزنا شوية هنلاقي إن التآكل من فوق لتحت، وده ما بيحصلش إلا بسبب الأمطار، فكده أبو الهول حضر العصر المطيري على مصر. استنى بقى، ده اللي معروف ان اللي نحت ابو الهول هو الملك خفرع. طب خلينا كده مع بعض واحده واحده ونفهم ونعرف ليه الاثريين قالوا ان اللي نحت ابو الهول هو الملك خفرع. اول حاجه موقعه اللي جنب معبد خفرع، بس مش معنى ان هو اتنحت جنب معبد خفرع فاللي نحته خفرع. يعني احنا مثلا عندنا في الكرنك لو رحت هناك هتلاقي منحوتين قدام بعض، اللي نحت ده ملك واللي نحت ده ملك تاني خالص، فدي على ما اعتقد حاجه يعني مش مقنعه خالص. وتاني سبب ان ملامح ابو الهول نفس ملامح تمثال خفرع، بس في خبراء جم وطلعوا اختلافات كتيره قوي بين التمثالين، ودي حاجه يعني ما تعديش على المصريين القدماء، ده هم كانوا اساتذه في النحت. يعني مثلا انت لو بصيت على تماثيل اخناتون هتلاقي كلها شبه بعض، فهم فعلا لو عايزين يطلعوا ده
الشكل ده كانوا طلعوه نفس الشكل. فمن الاخر كده نظريه ان ابو الهول اللي نحتوا خفره هي نظريه مبنيه على سياق مكاني، يعني نظريه بالاستنتاج مش حاجه تاريخيه مثبته. مفيش اي نقوشات تثبت اللي نحت ابو الهول هو خفره. ده حتى عميد الاثريين الدكتور سليم حسين قال في كتابه ابو الهول بالبلدي كده ان احنا لحد دلوقتي ما وصلناش لنتيجه نكون متاكدين منها عن عصر ابو الهول او مين نحته. طب استنى بقى، خد دي. في المتحف المصري وفي نفس قاعة الملك خفرع في لوحة حجرية اسمها لوحة الإحصاء، ودي بقى بتتكلم إن الملك خوفو، وركز معايا قوي، إن هو عمل إصلاحات في منطقة الجيزة وعمل إصلاحات وترميم لأبو الهول. ده مش كلام من عندي، لا ده اللي مكتوب في اللوحة. يعني خوفو اللي قبل الملك خفرع عمل ترميمات أصلا لأبو الهول اللي لسه ما اتنحتش، لا ده كان بيعمل ترميم وإصلاحات لأبو الهول. شوف انت بقى ده كان بقاله كام سنة قبلها عشان يحتاج الترميم والإصلاحات دي. فكل الدلائل العقلانية اللي قدامنا بتقول إن أبو الهول عمره أكتر من 7000 سنة. أنت شايف إيه؟ أنت شايف فعلا اللي نحت أبو الهول هو كان الملك خفرع؟ مستني رأيكم في التعليقات، وما تنسوش الشير واللايك.